اليوم حنتكلم على جواز السفر اليمني، وما هي الدول التي يمكنك الدخول إليها بدون فيزا أو فيزا عند الوصول أو فيزا إلكترونية. جواز السفر اليمني، الوجهات التي لا تحتاج إلى فيزا زي ما أنتم شايفين في الفيديو، لا تحتاج إلى تأشيرة، هي السودان وجزر كوك والدومينيكان والدول الموجودة الآن أمامك. أما الدول التي تمنح تأشيرة عند الوصول لحاملي جواز السفر اليمني هي هذه الدول. وإحنا اليوم حنتطرق لدولة بوليفيا اللي موجودة الآن أمامك على الشاشة. هي دولة بوليفيا. هذه الدولة تسمح للجواز اليمني الدخول إليها بتأشيرة عند الوصول فقط لا غير. وهناك دول تصريحها يكون تصريح إلكتروني إي فيزا، هي سريلانكا وكينيا. وهناك الدول التي تحتاج إلى تأشيرة أو فيزا من قبل السفارات الموجودة في دول العالم، وكما هو موضح أمامك بالشرح الدول التي يمكنك الدخول إليها بفيزا. اليوم حنتكلم على الدول التي تستطيع الدخول إليها من دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول أو بتأشيرة إلكترونية، سواء كنت من الجنسية اليمنية أو الجنسية السورية أو الجنسية العراقية أو السودانية أو أي دولة أخرى. أنا هحط لكم موقع فيزا إندكس في وصف الفيديو، ادخل عليه، حط جواز سفرك وشوف الدول اللي تستطيع الوصول إليها من غير فيزا أو بفيزا إلكترونية أو بفيزا عبر الوصول أو وقت الوصول إلى المطار. اليوم أنا حأتحدث على دولة واحدة فقط وهي بوليفيا. هذه الدولة تقع في أمريكا الجنوبية، ولن أتطرق اليوم إلى معلومات عن هذه الدولة، ولكن حيكون الكلام فقط عن كيفية الوصول إليها. ما هو ضروري أنك توصل إلى هناك وتقدم لجوء، ولكن عند وصولك لهذه الدولة تستطيع التحرك من هذا الموقع إلى مواقع أخرى هأشرحها لكم عبر الخريطة الموجودة على جوجل إيرث، وحتشوف بنفسك إن هذه الدولة تصل إليها من غير فيزا، اللي هي دولة بوليفيا. وهذا علم الدولة، دولة بوليفيا. هذه هي دولة بوليفيا على الخريطة. هذه الدولة زي ما أنتم شايفين الآن على الخريطة يحدها من الشمال البرازيل والأرجنتين وتشيلي وبعض الدول في جنوب أمريكا. للوصول إليها من الدول العربية أو الشرق الأوسط، بالأخص الخليج، زي ما أنتم شايفين على الخريطة، هذه دول الخليج وهذه بوليفيا. بوليفيا دولة تقع في وسط القارة أمريكا، في قارة أمريكا الجنوبية. هذه هي الأرجنتين، هذه البرازيل، هذه تشيلي، وهذه الإكوادور. وأيضا هناك دول أخرى للجواز اليمني الوصول إليها
وهي دولة هايتي، جمهورية الدومينيكان. هذه هي هايتي، هذه دولة هايتي، هذا موقعها زي ما انتم شايفين الآن. هذا موقع دولة هايتي، هي قريبة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية، وزي ما انتم شايفين على الخريطة قريبة جدا من مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه جزيرة الباهاما. طيب خلونا نشوف جواز اليمني فين حيوصلنا وفين حتروح من دون فيزا. أنا الآن أتكلم من دون فيزا، وبعدين حأشرح لكم كيفية الوصول وكيفية حجز طيران. حنسجل هنا لدي جواز سفر يمني، وأحط دولة هايتي وأعمل بحث. مكتوب الفيزا غير مطلوبة لليمنيين إلى دولة هايتي. كنت في أي دولة في اليمن أو في غير اليمن أو في الخليج أو في مصر أو في السودان أو في أي دولة، مكتوب أنت مؤهل للسفر بدون فيزا. هذه دولة هايتي. طيب خلينا نحط أنا عندي جواز يمني، وهذا ينطبق على جميع الجوازات في العالم، ونكتب بوليفيا ونشوف هل في تأشيرة أو فيزا إلى ليبيا. نشوف أنت مؤهل للحصول على فيزا عند الوصول، يعني عند وصولك للمطار بيعطوك فيزا دخول إلى بوليفيا للجواز اليمني إلى دولة بوليفيا اللي موجودة على الخريطة. طيب وأيضا علشان نتأكد أن اليمن يستطيع الجواز السفر اليمني الوصول إلى ماليزيا أيضا من دون فيزا. هذه بعض الدول اللي ممكن تكون فيها قريب من بعض دول أوروبا ودول أمريكا وكندا. طيب في دولة أخرى وهي دولة موجودة اسمها ميكرونيسيا. ميكرونيسيا، الدومينيكان وميكرونيسيا. هذه دولة ميكرونيسيا تخضع للحكم الأمريكي، للولايات المتحدة الأمريكية. دولة ميكرونيسيا تخضع للحكم الأمريكي، للإدارة الأمريكية. فين موقعها دولة ميكرونيسيا؟ أنا حأشرح لكم فقط عن دولة ميكرونيسيا، ولكن حأتعمق في الشرح على بوليفيا. الآن هذه دولة ميكرونيسيا، شوف فين واقعة، في وسط المحيط، ولاية ميكرونيسيا. هذه تتبع إدارتها لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا وصلت إلى هذه الدولة واستطعت أن توصل لهذه الدولة، تستطيع التقديم على اللجوء داخل هذه الدولة أو البحث عن عقد عمل في هذه الدولة، وتأخذ في عقد العمل إقامة لفترة معينة، وتستطيع إذا أخذت جنسية هذه الدولة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشنغن بشكل عام، ودول الشنغن بشكل عام. أيضا دولة أو جمهورية الدومينيكان. جمهورية الدومينيكان، جمهورية الدومينيكان هذه هي جمهورية الدومينيكان. هذه من غير فيزا لليمنيين، وهي قريبة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية، قريبة جدا. وأتمنى الشباب إنهم يفهموا الموضوع من غير ما أشرح، لأنه ممنوع الشرح في طرق الهجرة الغير شرعية، وأنا لا أشجع الدخول إلى أي دولة من غير طرق شرعية. طيب الآن زي ما أنت شايف تستطيع أنك تتنقل من دولة الدومينيكان إلى هايتي إلى بوليفيا. أهم شيء أنه يكون عندك أختام في الجواز اليمني. والأختام في الجواز تؤهلك أنك تذهب إلى أي دولة من دول الشنغن أو من دول الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، من هذه المناطق إذا حصلت على
إقامة خاصة في هذه الدول. خلونا نتكلم اليوم على دولة بوليفيا. عند الوصول إلى هذه الدولة ستمنحك الدولة فيزا عند الوصول للجواز اليمني، وبعد وصولك إلى هذه الدولة تستطيع البحث عن إقامة دائمة أو تقديم اللجوء في هذه الدولة أو إقامة دراسية أو أي إقامة أخرى إذا وجدت فرصة عمل في هذه الدولة. طبعا الدولة هذه دولة تعتبر فقيرة وليست من الدول الغنية، ولكنها تعتبر رابط ما بين الدول الأوروبية والأمريكيتين وكندا. إذا عند الوصول وتستطيع أيضا الإقامة والعيش فيها، ويمنحوك الإقامة الدائمة في داخل الدولة. ولكن هذه الدولة لا يوجد فيها أعمال كثيرة، وتعتبر محطة فقط للانتقال إلى دول أخرى مجاورة. سأتحدث اليوم عن موضوع هذه الدولة وكيفية الوصول إليها، وما هي المقومات الموجودة في هذه الدولة، وما هي الأوراق التي يجب أن تتوفر معك عند وصولك إلى هذا المكان. أولا يا إخوان، إحنا نعرف إن كثير من الشباب التي موجودة في الدول العربية، منها اليمن وسوريا والعراق وبعض الدول التي فيها حروب، هذه الدول جميعها تبحث عن موطن جديد حتى تستطيع العيش وبناء مستقبل لأولادها وأسرها. هذه الدولة لا تنفع أن تكون مكان للعيش، لأنها دولة فقيرة ودولة ليس لها أي مقومات أخرى، ومثلها مثل الدول العربية الفقيرة. ولكن الوصول إليها سهل، ويحتاج فقط أن يكون لديك مبالغ مالية تستطيع العيش في هذا المكان، أو التنقل من دولة إلى أخرى حسب استطاعتك وحسب وجود دخول إلى الدول المجاورة مثل الأرجنتين وشيلي أو تشيلي وبعض الدول المجاورة لها. وتستطيع أيضا الانتقال منها إلى بلدان تمنح الجواز اليمني وغير اليمني إلى الدخول إلى دول قريبة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أتحدث اليوم عن فيزا لهذه الدولة أو الوصول لهذه الدولة للأشخاص الذين يحملون الأموال، عندك فلوس تستطيع توصل لها. أنا لا أتحدث اليوم عن الناس اللي ما عندهم فلوس. الآن أنا أتكلم مع شريحة من المجتمع، يمنيين أو غير يمنيين، عندك رأس مال، عندك مبلغ كويس، بدل ما تأخذ هذا المبلغ وتحطه في المهرب والتهريب اللي أنا لا أنصح فيها، وتعرض نفسك وأسرتك للخطر، وتعرض نفسك للسرقة والنصب والاحتيال. هذه إحدى الدول التي تستطيع الوصول لها. ما دام أنت مغترب وتبحث عن وطن جديد، فلا بد عليك يا حبيبي أن تجازف في هذه الأمور، وأن تضع أمام عينك أنك تبحث عن باب رزق، وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن تصل إلى الدول التي شرحتها الآن في الفيديو كي تستطيع الوصول إلى هذه الدول. هذه الدول ليست صعبة وليست مستحيلة، ولكن بالتخطيط والإدارة الحكيمة تستطيع أنك توصل لهذه الدول، لأنها دول ليست من الدول الصعبة جدا، وليست أيضا من الدول السهلة. ولكن توكل على الله وصلي صلاة الاستخارة، واجمع ما تبقى من أموالك، كنت في أي دولة خليجية أو عربية أو في اليمن، فتستطيع الوصول لها. طيب يا إخوان، الآن ما هي الأوراق اللي ممكن أنا أخذها معايا في رحلتي هذه؟
أولا تحتاج إلى أن يكون عندك مبالغ مالية، واللي حيسألني كم المبلغ المطلوب علشان أوصل لهذه الدولة. يا إخواني، المبلغ المطلوب للوصول لهذه الدولة يتفاوت من شخص لآخر. ففي شخص ممكن أنه يسكن في فنادق راقية، وفي شخص ممكن يسكن في فنادق متوسطة، في فنادق متواضعة، حتى يستطيع الانتقال إلى دولة أخرى أو إلى مكان آخر. ولكن حنا نتكلم الآن على الحد المتوسط. لابد ما يكون معك في جيبك ما يعادل $5000 تقريبا، موجودة كاش في جيبك، تستطيع الوصول إلى هذه الدولة، ومن هنا تبتدأ التخطيط والوصول إلى أماكن أخرى. طيب، كيف أستطيع أحجز رحلة من دولة عربية إلى هذه الدول؟ هذا اللي أنا حأتكلم فيها الآن، كيفية الوصول إلى هذه الدولة. الوصول إلى هذه الدولة بشكل عام حتدخل على تطبيقات السفر والسياحة وتحجز طيران من موقعك إلى هذه الدولة، وتشوف كم التذكرة تكلف وكم الفندق يكلف في الليلة الواحدة، وأن تكون عندك خطة سفر متواصلة معك. يعني أنت حتوصل إلى دولة بوليفيا، وبعدين تنتقل من بوليفيا مثلا إلى دولة الدومينيكان، وبعدين تنتقل من هناك، فتبحث في هذه الأمور. أنا أعطيك طرف الخيط وأنت عليك إكمال الباقي، لكن لا تعتمد على كلامي أنه هذا كلام إنسان عايش في هذا المكان وعاش طول عمره ويعرف هذه الأمور، أو تسألني في الكومنتات إنه كيف أوصل، أساعدني، وتعال قدم لي على الفيزا، وتعال أنا أسوي. أنا مش مكتب للسفريات والسياحة، ولا أمتلك الحق في ذلك. أنا أشرح شيء رأيته بعيني وسمعت بأذني من أصدقاء راحوا إلى هذه المناطق ولهم تجارب أيضا في هذه المناطق واستطاعوا الوصول إليها، وما يعني ما حصلوا على أشياء أعاقتهم في طريقهم. فأنت كشخص حابب إنك تسافر، لابد أن يكون لديك أولا روح المغامرة، ثانيا توفير الأموال في جيبك، ثالثا أن يكون لديك أوراق معتمدة لك، مثل إقامة في أحد الدول الخليجية، أو إقامة في مصر، أو إقامة في تركيا، أو إقامة في السودان، أو أي شيء، حتى تستطيع إنه لا قدر الله تقطعت بك السبل أن ترجع إلى هذا المكان. فأنا أنصح الشخص الذي حابب يسافر إلى هذه الأماكن، أولا وقبل كل شيء يجب عليك التواصل مع سفارة هذه الدولة مباشرة، لأن الفيديو هذا قد أنزل اليوم أنا في قناتي على اليوتيوب، وبعد فترة طويلة قد تتوقف الفيزا لبعض الدول العربية، منها اليمن وسوريا والعراق والسودان وإلى آخره، قد تتوقف. فلا تعتمد على هذا الفيديو، ولا بد أن تسأل هذه الدولة. إذا ما استطعت إنك في دولتك تصل إلى القنصلية أو السفارة لهذه الدولة، تستطيع الدخول على الويب سايت تبعهم وتتواصل معهم عبر الإيميل وتشرح لهم موقفك وأنت جاي على الدولة الفلانية وتريد الوصول إليها، وتتأكد من المعلومات 100% من المواقع الرسمية. تحذير وتنبيه لجميع الإخوة المتواجدين والذين يريدون البحث عن عمل وعن وجهة جديدة لحياتهم الجديدة. ابتعد عن طريق المكاتب النصابة، ابتعد عن اللي يقول لك أنا أعطيك فيزا إلى أمريكا، أنا أعطيك فيزا إلى كندا، أنا أعطيك فيزا إلى أستراليا، أنا أعطيك فيزا إلى دول الشنغن. ما في أي مكتب في العالم يستطيع يعطيك فيزا، ما أحد يستطيع يعطيك فيزا. يا إخوان، أنا أتمنى منكم أنكم تفهموا هذا الموضوع. ما في أي مكتب في العالم يعطيك فيزا. الفيزا تصدر من الدولة أو من قنصلية الدولة نفسها، سواء كانت في دول الشنغن أو الأمريكيتين أو كندا أو أي دولة أخرى تحتاج إلى فيزا. المكتب وظيفته ترتيب الأوراق فقط لا غير، يرتب لك الأوراق، ما طلبته الفيزا.
أو ما طلبته السفارة الفلانية هو يرتب أوراقك فقط. البعض من هذه المكاتب قد تكون عندها مصائب لا يعلم بها إلا الله، تكون مرخصة ولها سجل تجاري، ولكن يلعب من تحت الطاولة بالأوراق. مثلا الحساب البنكي، قد يدلك صاحب المكتب على شخص معين تروح له ويعمل لك حساب بنكي. يا إخوان، أغلب السفارات في دول الشنغن يبحثوا عن هذا الشيء، يتواصلوا مع البنك ويسألوه: هل الشخص الفلاني لديه رصيد لديكم عنده قدره كذا وكذا ورقم حسابه هو كذا وكذا؟ في هذه الحالة إذا وصلت أنت إلى هذه السفارة وقدمت هذه الأوراق، مخالفة التزوير بالأوراق الرسمية، وهذه من دولة لدولة تختلف، قد تسجن، قد تعاقب، قد تحرم من دخول هذه الدولة مدى حياتك. فأنا لا أحب أن أجازف بأشياء لا أعرفها. إذا حبيت إنك تسافر على أي دولة كان وصولك إليها بفيزا أو من دون فيزا أو بفيزا إلكترونية، التواصل مع السفارة أو القنصلية مباشرة من بلدك، وإن لم يكن في بلدك سفارة فتدخل على مواقعهم الحقيقية وتتواصل معهم عبر الإيميل، ويعطوك معلومات موثقة وحقيقية تصل فيها بأمان على نفسك وعلى أموالك وعلى أهلك إذا كنت حابب إنك تسافر أنت وأسرتك. أولا أنا أشكر جميع الإخوة اللي يتواصلوا معايا عبر الواتساب وعبر التليجرام وعبر الانستغرام وكمان اليوتيوب على هذه الأمور. يا إخواني، أنا ما عندي مكتب مصرح وليس لدي أي مكتب سياحي نهائيا، ولا أنصح أحد بالذهاب للمكاتب السياحية لتقديم فيزا، وإنما إذا حبيت إنه يرتب لك الأوراق وأنت تأخذ الأوراق وتروح على القنصلية أو السفارة التي أنت تريد الوصول إليها. هذه هي الطريقة الصحيحة، وأتمنى من الله أن يكتب لي الأجر في كلامي هذا، لأن الأغلبية قد تدفع 20,000 دولار وقد تدفع 40,000 دولار أو يورو إلى وصول إلى بلد أنت لن تصل لها. وهناك الكثير من الإخوان المتواجدين في بعض الدول العربية، ولا أحب ذكر اسم معين، ألا وهو الجواز الشبيه أو البطاقة الشخصية الشبيهة اللي هي الآيدي. أنا لا أنصح بذلك، لأنه في أغلب الناس وصلت إلى هذه المطارات وتم معاقبتها بالسجن من 1 إلى 2 إلى 6 أشهر، وبعض السفارات أو المطارات قد تعفو عنك بعضها، فلا تجازف في هذه الأمور. فإذا كان عندك مبلغ وأنت تمتلك المال وعندك مبلغ كويس وتستطيع إنه أنت توصل بهذا المبلغ إلى دول تسمح لك الدخول، يا أخي ليش تجازف؟ بدل ما تعطي للنصاب ولا صاحب المكتب يأكل أموالك وينكرك بعدين ويعمل لك حظر عبر الفيسبوك أو الواتساب أو أي قناة، وإنك ضاعت فلوسك يا صابر، ما حتقدر إنه أنت تروح تدور على أموالك وتبغى لك سنين على ما تشتكي وترجع أموالك، هذا إذا رجعت يعني. طيب، في شباب يتواصلوا معايا عبر التليجرام وعبر الواتساب وعبر اليوتيوب، يرسل لي رسائل خاصة حتى من التيك توك، يقول لي: يا أخي في مكاتب في تركيا أو في روسيا، هذه المكاتب تضمن الفيزا. زي ما قلت لكم يا إخوان، المكتب يعدل لك الأوراق، يثبت لك الأوراق، يبحث لك عن أوراق، قد يزور أوراق، ولكن إنه هو مختص إنه يعطيك فيزا فهذا من سابع المستحيلات. ما في أي دولة تخول مكتب معين بإنه يعطيك فيزا نهائيا. الفيزا تصدر من دولتها ومن سفارتها ومن قنصلياتها. يا إخواني، في بعض الإخوان متواجدين في تركيا، وقد وصل لي رسائل كثيرة على مكاتب معينة لا أحب أن أذكر اسمها، إن هناك شخص معين موجود في تركيا، وهذا الشخص تأمن الفلوس عنده، وتوصل إذا وصلت إلى وجهتك تتصل عليه يسلم الفلوس للمكتب الفلاني. طيب، ما هي الطريقة التي ينصب بها أهل المكاتب على هذا الشخص؟ قد يزعل مني الكثير الآن من الإخوة الذي لديهم مكاتب تنصب على الناس، فالمعذرة منكم، أنا لابد أن أقول كلمة حق، فمن سمعها
يا مرحبا به. ومن لم يسمعها فالمكاتب أمامك، والله يفتح عليك وروح براحتك. المكاتب تضرب على حظين، تعمل على طريقتين. الطريقة الأولى أنها تجهز لك الملف كامل من الأوراق، ثم تعطيك الملف إذا تروح إلى السفارة أو القنصلية وتقدم أوراقك بنفسك. فهنا هو يتفق معك في البداية أولا أن هناك رسوم للمكتب تكون مبلغ وقدره كذا، هذه الرسوم لابد أن تدفعها قبل أن تؤمن الفلوس عند الشخص فلان ابن فلان أو المكتب الفلاني. فأنت تروح تأمن عند المكتب الفلاني الفلوس، طبعا صاحب المكتب اللي حتأمن عنده طبعا حياخذ عليك مبلغ، ممكن 200 يورو، ممكن 400 يورو، ممكن 600 يورو على حسب هذا المكتب، وكل مكتب هو نصبته. فأنت بتأمن الفلوس هذا عند الشخص هذا. بالفعل هذا الشخص أغلبيتهم قد يكونوا صادقين، ولكن ما هم صاحب هذا المكتب أو صاحب الشخص اللي حتأمن عنده الفلوس إلا إنه يأخذ فلوس منك. الشخص الثاني الذي قدم لك على السفارة أو على القنصلية وأنت أخذت أوراقك ورحت على القنصلية وقدمتها، هذا عند المكاتب الصادقة إنها تجهز لك ملفك كامل وأنت تروح تقدمها. بعض المكاتب يرمي ورقك في الدرج وشهر شهرين يقول لك رفضت، تم رفضك، ولكنك قد تكون دفعت اللي هي أتعاب المكتب ودفعت الشخص الآخر اللي عنده التأمين، فمعناته أنت حتروح تأخذ فلوسك ولكن قد نقصت من هذه مبلغ ونقصت من هذه مبلغ. هذه هي القطعتين اللي يلعب عليها أصحاب المكاتب. والله إن قدموا المكتب إن قدم لك الفيزا ونجحت وأخذت الفيزا فهذا توفيق من الله لهم وتوفيق من الله لك، فهم قد يشرطوا عليك بمبلغ خيالي من 10 إلى 20 إلى 15، ممكن 8، ممكن 30، على حسب كل مكتب ونصبته، إنه إذا استلمت الفيزا من عندهم تدفع لهم المبلغ هذا بعد حصولك على الفيزا. وأنت بالفعل تكون حصلت على الفيزا بيدك أنت، يعني تستطيع إنك توفر هذه الأوراق المطلوبة لهذه الفيزا، تستطيع أن تقدمها للسفارة بأوراق رسمية إذا كان عندك المال، الفلوس، إذا وجدت الفلوس وأنت شخص عندك ومقتدر على هذا الشيء، روح قدم أوراقك أنت وجهز ملف لنفسك أنت، قدم بيدك أنت واحفظ فلوسك في جيبك. حيطلع لي واحد الآن من الإخوة المتابعين وحيقول لي والله أنا ابن عمي راح للمنطقة الفلانية والدولة الفلانية عبر هذه المكاتب. يا أخي إذا نجح مع غيرك ما راح ينجح معك، وإذا نجح معك ما راح ينجح مع غيرك. كل شخص هو وحظه، وكل شخص يستطيع أن يجازف. أنا لا أمنع أحد ولا أقول إنه ما في أحد وصل إلى دولة معينة بهذه الطريقة، في كثير وصلوا، ولكن الأغلبية منهم فشلوا في ذلك. الأغلبية فشلوا بالوصول وراحت فلوسهم وتعبوا في السفر وتبهذلوا ورجعوا على بلدانهم، وبعضهم والله يعني حالته يرثى لها. فأنا لا أشجع على هذا الموضوع. أولا من وجهة نظري أنا لا أشجع على هذا الموضوع، اللي هو إنك تروح تسلم فلوسك لشخص يقدم لك على فيزا وأنت قادر إنك تقدم عليها ما دام عندك فلوس. وكيف تحجز تذكرة طيران إلى هذه الدول التي شرحتها بالفيديو. إذا حبيتوا إنه أنا أشرح لكم فيديو عن الدولة التالية اللي هي ميكرونيسيا أو ميكرونيزيا كما تسمى في الفترات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، سوف أقوم بعمل فيديو على دولة ميكرونيسيا أو ميكرونيزيا. هذه الدولة دولة يصل فيها الشخص ويستطيع تقديم اللجوء فيها. هي دولة فقيرة يعني ليست دولة غنية، ولكن هذه الدولة تتبع للإدارة الأمريكية، وإذا حصلت فيها على إقامة كانت إقامة دائمة أو إقامة مؤقتة أو إقامة دراسة أو أي إقامة حصلت عليها في هذه الدولة، أو حصلت على عقد عمل، عندك شهادة كويسة وعندك مبلغ كويس، تستطيع الوصول إليها، دراسة أو زواج أو أي شيء من ذلك، فتستطيع الوصول إلى هذه الدولة وأخذ إقامتها. هذه الدولة إذا عشت فيها لمدة 3 سنوات إلى 5 سنوات يعطوك فيها الجنسية، والجنسية فيها تدخلك إلى جميع الدول المحظورة عنك الآن.
ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول الشنغن. وهذا هو ما يتمناه، بدل ما إنك تضيع عمرك 3 سنوات أو 5 سنوات في دولتك وأنت نايم، أو في دولة أخرى تاكل وتشرب وتنام، شهر تشتغل وأسبوع ما تشتغل، وشهرين تنام وأسبوع تشتغل. فالأفضل إنك تتواجد في هذه الدولة وتعيش ال3 سنوات أو ال5 سنوات موجود فيها، منها إنك تدرس، ومنها إنك تشتغل، ومنها إنك تتعلم اللغة، ومنها أيضا إنك تقابل أشخاص آخرين وتتعرف على حضارات أخرى وعلى ثقافات أخرى في هذه الدولة. ميكرونيسيا هي الفيديو القادم إن شاء الله، فاكتبوا لي في التعليقات إذا أحببتم إنه أنا أشرح لكم فيديو مفصل عن كل شيء عن هذه الدولة، عن الإيجابيات وعن السلبيات، وكيفية الوصول إليها، وكيف حجز تذكرة طيران، وكيف الوصول إليها عبر الجو أو عبر البحر. فاكتبوا لي في التعليقات إذا حابين إنه أنا أشرح عن هذه الدولة. هذه الدولة عندي معلومات كافية وكثيرة عنها، وبحثت عنها كثيرا، وسألت أشخاص وصلوا إليها، وسألت أشخاص أيضا هاجروا إليها واستطاعوا الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم أيضا من سافر إلى كندا. وكما تعلمون يا أصدقائي أن الأغلبية من الأشخاص الذين يجدون حياة جديدة لا يستطيعون الوصول إلى اليوتيوب لكثرة انشغالهم، ولا يستطيعوا إنهم يشرحوا للناس كيف يوصلوا إلى هذه الدولة أو كيف وصل هو. أغلبيتهم 99% من الأشخاص الذين تنجح معهم هذه الأشياء لا يحب مشاركتها مع الآخرين، والأسباب هي أن هذا الشخص منشغل كثيرا، يعني جدوله مليان، ما يستطيع أنه يشرح أو يستطيع أنه يفتح فيديو أو بث مباشر ويشرح للآخرين كيف وصل إلى هذه الدولة، وكيف استطاع الحصول على إقامة، وكيف استطاع الوصول إلى هذه الدولة وإيجاد عمل أو دراسة أو زواج، لأنه خلاص يكتفي أنه هو صار يعني مرتاح نفسيا، فلا يريد الآخرين أن يوصلوا إليها، أو هي نفسية، يعني يعتبر في بعضنا إحنا في الدول العربية في نفسية، يعني إذا وصل إلى دولة ما يبغى أحد يوصل عندها، ما يبغى أحد يوصل مكانه، كأنها له. وهذه هي من ضعاف النفوس طبعا، والأشخاص الذين لديهم أشغال كثيرة قد نترك العذر لهم بهذا الشيء، إنهم منشغلين جدا ومنشغلين لا يستطيعون شرح للآخرين كيف وصلوا وكيف استطاعوا أن يوصلوا. أولا أشكركم شكرا جزيلا على الاستماع، وإذا حبيت إنك تعمل إعجاب لهذا الفيديو سأكون لك من الشاكرين، وإذا حبيت أن تشترك بقناتي أيضا فأكون لك أيضا من الشاكرين. ولا أجبرك أنك تشترك معي في القناة، ولا أجبرك أن تعمل لي إعجاب. إن سمعت كلامي هذا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كلامي هذا يستفيد منه ولو شخص واحد فقط، استطعت أننا أنجيه من النصابين والمكاتب والمهربين وأصحاب الذمم الضعيفة. وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدي ووالدتي ووالديكم جميعا أحياء وأمواتا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.